هو احنا ليه لما نيجي نتكلم في موضوع المهاجم ناس كتير بتطلع تتجاوز في حقنا، ناس كتير بتشتمنا، ناس كتير بتهاجمنا مهاجمه شرسه جدا جدا غير مبرره تماما، وكانك انت غير داعم للنادي الاهلي. بتجيلك رسائل على الصفحه بيقول لك انت مش اهلاوي، انت مش بتساند النادي الاهلي. لا حضرتك، انت ممكن ترجع للفيديوهات اللي احنا كنا بنعملها، وترجع للحلقات اللي احنا بنعملها، حتى اللايفات اللي احنا بنعملها، وشوف قد ايه احنا بنحب النادي الاهلي وبنعمل كل اللي احنا نقدر عليه لدعم النادي الاهلي. وحضرتك لو حابب تشوف ارجع ممكن تشوف. لما انا النهارده بتكلم على موضوع المهاجم، انا عايز الصالح العام، انا عايز اشوف النادي الاهلي قوي جدا، عايز اشوف النادي الاهلي في البطولات شرس جدا، عنده مهاجم كويس جدا. انا ليا 3 4 سنين بجد مش عارف اجيب مهاجم. عقدتي دلوقتي بقت المهاجم، كل سنه موليكا، كل سنه سوزا، كل سنه مارسينيو. انت مش عارف النادي الاهلي ليه مش عارف يجيب مهاجم؟ كل الدنيا حوالينا يا جماعه بتجيب مهاجمين، كل العالم حوالينا بيتعاقد مع اللعيبه اللي هو عايزها. ليه النادي الاهلي محسسني ان هو بيدور على حاجه يعني ابره في كوم قش؟ كتير جدا اللي بيحصل في موضوع المهاجم، حديث الساعه بقى موضوع المهاجم. فانا النهارده لما اجي اتكلم عليه انا بحط ايدي على خطا معين واقول لحضرتك ونتناقش مع بعض كجمهور. ماليش دعوه اطلاقا بمجلس اداره النادي الاهلي ياخد القرارات اللي هو شايفها صح، يتعاقد مع اللي هو شايفه. هم اكيد اقدر مننا في الاداره، فاهمين اكتر مننا في الاداره، ولكن انا النهارده كجمهور ايه اللي يهمني في الموضوع غير مصلحه النادي الاهلي؟ فانا النهارده لما اعرف ان مارسيل كولر الراجل مصمم ان هو يجيب مهاجم، ولكن تصميمه على سوزا تصميم برضه غريب. يعني انت النهارده الراجل شايف ان الراجل ده هو اللي هيصنع معاه الطموح في مهاجم النادي الاهلي، رايه يحترم وما عندناش اي مشكله، ولكن اللي خلق سوزا خلق مهاجمين كتير جدا زيه برضه. فاذا انت النهارده لما تقع في مشكله مش عارف تجيب مهاجم في ظل ان انت كان عندك مهاجمين كتير وكويسين جدا زي بادجي مثلا اللي انت يعني كسبت فيه كتير جدا، ولكن الراجل ده كان راس حربه مثالي. ده وجهه نظري ومن زمان بقول عليه الكلام ده، علشان حضرتك ما تجيش دلوقتي وتقول لي يعني بعد ما احنا مشيناها تيجي تقول الكلام ده. لا والله، ارجع برضو لفيديوهاتي هتلاقي ان انا بتكلم على بادجي كلام محترم جدا، ولد كان كويس جدا في النادي الاهلي، ولكن يعني ما اشاءتش الاقدار ان الراجل يبقى موجود معانا. احنا من ساعه الراجل ده واحنا بندور على مهاجم. وليد ازارو ما عجبناش، والراجل كان هداف الدوري، ومحمد شريف يعني يا جماعه بجد موضوع المهاجم ده لازم موضوع ينتهي. الموضوع الثاني الكابتن سيد عبد الحفيظ، وانا بصراحه لو قعدت اتكلم عن الكابتن سيد عبد الحفيظ مرارا وتكرارا وكل يوم لا يمكن اديله حقه. درع وسند للنادي الاهلي حقيقي. انا عمري ما قلت على اي شخص في النادي الاهلي درع وسند، ولكن الكابتن سيد عبد الحفيظ تحمل ما لا يتحمله اي حد. في فتره كان النادي الاهلي فيها ما بياخدش بطولات، النادي الاهلي عنده مشاكل فنيه، النادي الاهلي عنده مشاكل كتيره جدا. الكابتن سيد عبد الحفيظ كان بيطلع ويدافع عن النادي الاهلي، وعارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي، وعارف يعني ايه جمهور النادي الاهلي، والراجل اولويه بالنسبه له جمهور النادي الاهلي. الراجل في لمح البصر كده الراجل مشي من مدير الكوره بتاع النادي الاهلي، يعني ساب منصب مدير الكوره. قرار بالنسبه لي متسرع، قرار بالنسبه لي ما كانش مش متسرع من الاداره، ولكن حسيت ان الموضوع فيه سرعه، الموضوع ما فيهوش دراسه. انا بحب الكابتن سيد عبد الحفيظ، انا بحترم جدا الكابتن سيد عبد الحفيظ، شايفه مدير كوره مثالي، درع وسند للنادي. كنت اتمنى ان النادي الاهلي يعمل له حفله خاصه بيه هو لوحده، يعني ما يبقاش زي ما بيقولوا كده في شريك فيها، لا الحفله دي معموله للكابتن سيد عبد الحفيظ. صدقوني الكابتن سيد عبد الحفيظ على مدار 12 سنه وهو مدير كوره النادي الاهلي يستاهل حقيقي كل التقدير والاحترام. عمل كتير جدا للنادي الاهلي، كان مسيطر على غرفه لبس النادي الاهلي، مسيطر على كل اللعيبه. يعني لما يجي يدي خصومات للعيبه انا هديك خصم، ولكن ان انا علاقتي بيك محترمه جدا جدا. فالنهارده ما تجيش الله يكرمك تزايد عليا في حب النادي الاهلي او تقول لي انت بتهاجم النادي الاهلي. الصوره اللي قدام حضرتك دي الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ تثبت وتقول لحضرتك بما لا يدع مجال للشك النادي الاهلي نادي مبادئ وقيم وثوابت ما بتتغيرش. يعني مفيش حد اعلى من النادي الاهلي. النادي الاهلي نمبر 1، بعد كده تفكر في اي حاجه. الناس بتستثني المشاكل الشخصيه اللي هي مع بعض، مع ان مفيش مشكله ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمود الخطيب. الراجل اتكلم عليه بمنتهى الاحترام في الاحتفاليه اللي عملها النادي الاهلي ودعا الكابتن سيد عبد الحفيظ، ولكن الكابتن سيد عبد الحفيظ كان بره البلد فما حضرش الاحتفاليه دي.
انا عايز اقول من مكاني ده للكابتن سيد عبد الحفيظ، اديت اللي عليك، عملت كل ما بوسعك علشان تشوف النادي الاهلي بيتوج بالبطولات. حقيقي انا هفتقدك جدا جدا يا كابتن سيد، انت راجل محترم، انت راجل مؤدب، انت راجل في وقت يعني كان مهم جدا جدا والنادي الاهلي ما كانش فيه كويس، وقلت الكلام ده. انت كنت درع وسند للنادي من مرتضى منصور للناس اللي كانت بتهاجم النادي الاهلي. يعني خد فتره الكابتن سيد عبد الحفيظ في صراع كبير جدا مع مرتضى منصور، وانا من وجهه نظري ان الراجل ده كسب الصراع. انا بجد يعني بكن كل احترام وتقدير للكابتن سيد عبد الحفيظ. اخر موضوع عندي النهارده واللي عايز اقوله لحضراتكم، الصفقات النادي الاهلي. صفقات النادي الاهلي اللي هي امام عاشور، اللي هي رضا سليم. انا مش مختلف خالص على رضا سليم، جناح كويس جدا ان شاء الله باذن الله يضيف للنادي الاهلي، يعمل الفارق مع النادي الاهلي، يكون صفقه قويه جدا للنادي الاهلي ان شاء الله مع صفقه المهاجم اللي هيجيبها النادي الاهلي. لان انا ما اعتقدش النادي الاهلي هيدخل الموسم الجديد من غير صفقه المهاجم. انت عندك بطولات وكم بطولات كبير جدا، بطوله السوبر ليج، بطوله دوري ابطال افريقيا، بطوله السوبر المصري، بطوله كاس مصر، لا كاس عالم الانديه. النادي الاهلي داخل على وقت وعلى بطولات مهمه جدا جدا في تاريخ النادي الاهلي. عايزين النادي الاهلي يكمل سلسله البطولات، عايزين النادي الاهلي يكمل سلسله الانتصارات اللي هو ماشي عليها. ومبسوط جدا من مجلس اداره النادي الاهلي اهو، انا بشيد بمجلس اداره النادي الاهلي. لما تشوف حاجه حلوه تقول ان الحاجه دي كويسه جدا. جدد لمارسيل كولر، حاجه محترمه جدا، استقرار للفريق، استقرار للعيبه، الراجل عامل انجازات كويسه جدا مع النادي الاهلي، 5 بطولات، حاجه محترمه جدا. داخلين ان شاء الله على البطوله السادسه وهي بطوله السوبر الافريقي اللي النادي الاهلي هيلعب فيها مع اتحاد العاصمه الجزائري في السعوديه. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يتوج بالبطوله دي. انا مبسوط جدا جدا ان انا كنت مع حضراتكم. اتمنى يا رب الناس تتفرج علينا على الفيسبوك تعمل لنا الكومنت الجميل وتعمل شير للحلقه لو عجبتك، ادعمنا. والناس تتفرج علينا على اليوتيوب تعمل لنا سبسكرايب للقناه. شكرا لحضراتكم جدا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.